جربت قبل كده تشوف حد حواليك ممكن يكون زهقان ومكتئب وعنده طبع العزلة ومش عاوز انه يخرج ويختلط بالمجتمع اللي حواليه؟ تعرفوا بقى ان لو فضل كده هيدخل في دوامات من الاكتئاب قبل ما يحس ان في حاجة غلط. وده بقى بالظبط اللي هينبهنا لحاجة مهمة قوي. امتى قعدت مع نفسك كده وفكرت ان كل حاجة بتحصل في حياتك بيبقى ليك فيها دور قوي جدا، وان الدنيا مش بتمشي كده حوالينا مجرد صدفة؟ طيب ما تيجي نفسر كده ايه المعنى اللي احنا محتاجين نفهمه من الكلمتين دول. العادة الثانية: ابدأ بالنهاية. قبل ما تبدأ أي خطة أو مشروع بص دايما على النهاية وخليك دايما حاطط هدف قدامك. تخيل لو انت رايح شغلك قدامك مشوار طويل هتمشيه، تفتكر بقى كم حاجة هتظهر في طريقك الطويل. ولو بلغنا بالاهتمام في كل حاجة تظهر قدامنا فإحنا كده بنطول الطريق اللي هيبقى مستحيل نوصل لنهايته. وبكده عشان نقلل التشتت هيبقى الأفضل لينا إننا نحط لنفسنا الحدود. وده معناه إن أنا وانت أو أي حد قبل أي بداية لازم نحط تخيل وتصور واضح للنهاية. حاجة مهمة قوي ومتكررة وبتحصل معانا كلنا ان احنا ممكن نفضل طول اليوم نشتغل ونتحرك ونعمل حاجات كتير جدا، لكن في نهاية اليوم بتلاقي مفيش ولا حاجة مهمة انت عملتها. والحقيقة انك ضيعت نفسك طول اليوم بين المهام المهمة والمهام العاجلة. لما بتحصل معانا حاجة زي كده بنبقى متضايقين جدا، لكن مش بناخد بالنا ابدا ان احنا مركزناش على الاولويات في يومنا. كم واحد مننا أول ما بيصحى من النوم بيبدأ يمسك الموبايل ويرد على كل الرسائل، وكمان يقلب في الصفحات ويتابع كل الأخبار الجديدة، وينسى تماما المهام طويلة الأجل اللي هو محتاج يبدأ فيها واحدة واحدة. ومهما كانت البداية بالنسبة لك هادية وبسيطة، لكن بالتركيز على الأولويات بتبقى النتيجة زي ما انت حابب بالظبط. ولو جبنا مثال، عندنا مدرب الرياضة اللي وقف عند مستوى معين في التدريب، مفيش اي جديد ومفيش اي ابتكار، الناس بقت بتتابعه ومتوقعه حركاته وعارفه هو بيفكر في ايه بالظبط. لكن لما بدا يطور من نفسه وكل يوم يكتسب مهاره بسيطه ويبدا ان هو يطبقها، ورغم بساطتها لكنها مستمره، علشان كده بدا ان هو يتطور بسرعه ويقنع نفسه وكل المحيطين بيه بمدى كفاءته، ورجعت تبقى فيه ثقه تاني لكن المره دي عاليه جدا. فتيجي بقى نشوف ايه الحاجة المهمة اللي المدرب ده عملها بالظبط. انه ما فضلش يعمل طول الوقت نفس الحاجة اللي هو بيعملها كل يوم، واللي احنا هنا بنسميها المهام العاجلة، لكنه قدر ان هو ينظم الوقت بتاعه عن طريق تخصيص وقت معين للاولويات. وحتى لو كانت الاولويات بسيطة جنب الحاجات الكتير المستعجلة، لكن بتفضل هي دي الحاجة اللي بتقدر من خلالها ان انت تنمي قدراتك ومهاراتك. ولما اتكلمت دلوقتي عن مدرب الرياضة فده مش معنى ابدا ان انا بختص الشغل بس بتحديد الاولويات، لكن المطلوب مننا كلنا اننا ندخلها في كل حاجة في حياتنا، سواء بقى حياتنا الشخصية او الصحية او حتى علاقتنا بالناس اللي موجودة حوالينا. واكيد بقى كلنا عارفين ومدركين كويس جدا ان مش كل حد حوالينا يعتبر شخص مهم. كم مرة حسيت ان في حد مهم جدا في حياتك بعدت العلاقة بينك وبينه لدرجة ان هي بقت سطحية جدا؟ وده بيحصل كتير جدا على الرغم من انكم اولوية في حياة بعض. وزي ما بتصحى كل يوم الصبح وتلاقي نفسك عمال تلف في دوامة، وهي بقى بتبقى عبارة عن المهام الكتيرة والمتكررة واللي انت بتعملها كل يوم. ما تيجي بقى نبص على حياتنا كده من بعيد علشان نعرف ان الحياة مش هي المسابقة اللي احنا حطينا نفسنا فيها، بتبقى عبارة عن مجموعة محددة جدا من الاختيارات والقرارات اللي انت شايفها مهمة وأولوية في حياتك. ولو بعدنا شوية عن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وسألت سؤال: هل في أي شخص يقدر يبقى هو دايما المستفيد الوحيد في كل حاجة لوحده؟ يعني تخيل كده يبقى انت الشخص الوحيد بس اللي عمال تكسب. ولو انت الشخص الوحيد بس اللي عمال تكسب فده معناه ان كل اللي حواليك مش بيعملوا حاجة غير ان هم يخسروا. وعشان احنا كلنا عارفين ان الكلام ده عمره ما يكون منطقي، فده هيودينا للعادة الرابعة وهي المكسب للجميع. تخيل ان في ناس كل همهم في الحياة ان اللي حواليهم يخسروا علشان هم بس اللي يكسبوا. وبدل ما تفكر في المكسب بالطريقة دي ممكن تفكر ان يبقى في تعاون بينك وبين الاشخاص الموجودين معاك في نفس مكان شغلك، وبدل ما يبقى كل همك ان انت بس الشخص اللي كسبت في الاخر، تبقى انت اللي تعاونت مع الناس المحيطة بيك واكتسبت من خبراتهم وفي نفس الوقت اديتهم من خبراتك. وهنا نقدر نقول ان النجاح مش بس مادي ونقدر نحقق من خلاله الارباح، لكن كمان بيعتمد زي ما قلنا قبل كده على التعاون وتبادل الخبرات. واكيد كل واحد فينا لامس ده كويس جدا في المكان اللي هو بيشتغل فيه. اي حد فينا يقدر انه يحقق النجاحات الفردية، لكن اللي احنا بنلاحظه فيها ان هي للأسف بيبقى نفسها قصير قوي. لكن النجاح اللي بيعتمد على ان الكل لازم يبقى منتفع، وده زي اللي بيحصل بالظبط في الشركات الكبيرة.
الفايدة فيها بتعم على الجميع وبتطول كل واحد شغال فيها. وخلينا دايما نبقى عارفين ان النجاح اللي بجد عمره ابدا ما يكون كامل الا اذا كانت فايدته واصلة لكل الناس اللي شاركوا في تحقيق النجاح.